السلام عليكم. اولا انا فرحان بزاف بوجودي اليوم في مدينه وجده، ووجودي في هذه التظاهره الكبيره اللي كتشرف بالمنطقه الشرقيه. وهذا المهرجان اللي هو مهرجان تنقاف في دورته الاولى، هذا المهرجان اللي كيكرم هذه التقاليد المغربيه اللي حنا كنفتخروا بها كمغاربه. وشرف كبير لساكنه وجده انه يدار هذا المهرجان بهذا الحجم في هذه المدينه الجميله اللي كنعتز بها وكنفتخر بها. بالنسبه للجديد ديالي ان شاء الله غتنزل واحد الاغنيه جديده اللي هي اغنيه ركاده، اللي هي تكريم لهذا اللون لان كيحمقني، وهذا اللون اللي كنغنيه بزاف في جميع التظاهرات. اغنيه بعنوان كي ندير نتوب، هي من كلمات احلى والحان شاب اعراب، اللي غتنزل ان شاء الله الاسبوع المقبل، ونتمنى تعجب الجمهور ديالي. كما كنتوا حاضرين معنا، البرنامج كان متنوع. بدينا بالحمام الوجدي، كانت المشرفه عليه هي ديجا لويزا. درنا الطقوس كامل تاع الحمام بالمنطقه الشرقيه، بالحايك بالتام، كل شيء داكشي ديال تقاليد المنطقه الشرقيه. من بعدها دوزنا هذا الحنه، الطقوس تاع الحنه والهودج، ركبنا العروسه في الهودج. من بعد كانوا لي باساج ديال العارضات، الازياء ديال الكوليكسيون ديال هذا العام. كانت من مصممين مختلفين من المغرب كامل. كان واحده المصممه عندها اصول هنديه من طنجه، وكان واحد المصمم من الناظور، مصممين اخرين من فاس، من دار البيضاء، من الرباط. المهم الصانع المغربي راكم عارفين متواجد في المغرب كامل. من بعد دوزنا البلوزه الوجديه والكسوه التلمسانيه اللي كتتواتى مع اللبس ديال البلوزه. من بعد دوزنا العماريه المصممه الهنديه، الكسوات ديال المصممه الهنديه. هاد الكسوات هاد العام ركزت باش نتعامل مع هاد المصممه، خاطر عندها شي لمسات زوينين. كنجيبوا الثوب من لندن وكنديوه يتطرز في الهند، وكيجمعوا الصانع المغربي في طنجه. ونتمنى ينجح المهرجان ويكونوا دورات اخرى ان شاء الله، باش تحيا شويه المنطقه ديالنا، المنطقه الشرقيه بهذا الانشطه اللي حنا كنحاولوا باش تنجح.